انعملت فيا وانعملت فيك. فيديو بعنوان اسال مجرب وما تسالش طبيب. النادي الاهلي وكهربا النهارده بيضيعوا فرصه الوصول لاسهل نهائي في تاريخ الاهلي الفتره الاخيره. نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي الكريمه. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها في بعض الاخبار المهمه جدا اللي تهمك ان انت تعرفها. بص يا سيدي، النهارده انا جاي اقول لك وافكرك بعض الكلام اللي انا قلته، اللي انا قلت لك اطلع انتقد اي حد يغلط وقول الحقيقه حتى لو على عينك او على عين اي حد. النهارده النادي الاهلي وكولر بيضيعوا كهربا على نفسهم فرصه الوصول لاسهل نهائي قاري الفتره الاخيره، ومش اي نهائي، ده نهائي عالمي قدام نادي الملك ريال مدريد. انا جاي اتكلم في بعض الاخبار اللي مش اي حد يطلع يتكلم فيها، وقلت لك قبل كده لا يبقى في سين من الناس او طرف غلطان اطلع انتقده وما تخافش من اي حد، قول الحق وما تطبلش لاي حد عشان بعد كده تيجي على دماغك انت. فانا النهارده جايب بعض الحاجات اللي طلع اقولها لجمهور النادي الاهلي، اتمنى الناس تسمعني وتكمل معايا الكلام من النهايه. بص يا سيدي، سواء انا زملكاوي سواء اهلاوي سواء اسماعيلاوي، وانا هقول لك ان انا زملكاوي والناس كلها عارفه كده، تمام؟ انا جاي انتقد بعض الحاجات المهمه، اولها الاداره اللي هي يا سيدي الاداره النادي الاهلي مشت عناصر مهمه زي حمدي فتحي وزي اليو ديانج وزي احمد عبد القادر وزي محمد عبد المنعم، وعوضتهم ببعض الاسماء الكويسه اللي كانت متاحه في سوق الانتقالات. مش هقول لك ان هي اسماء اقل من اللي مشت، لكن قدرها اسماء مساويه او احسن كمان من اللي كانت موجوده عندك بتكلفه اقل من اللي الاهلي باعه. يعني الاهلي مثلا باع ب 3 4 ب 5 6 مليون دولار واشترى ب 2 3 4، تمام؟ فوفر ميزانيه وعمله صعبه للنادي الاهلي. طب عمل بيها ايه؟ الوفر ده ضاف جديد لتشكيله النادي الاهلي؟ لا الاهلي باع 3 4 لعيبه مثلا كمثال، وهعدهم لك لو انت عايز نعدهم لك، لكن الدنيا كلها عارفه الموضوع ده، تمام؟ وعارف انت لقيت النادي اكتر مني، تمام؟ اللعيبه اللي مشي دي النادي الاهلي عوضها ببديل. يعني ماشي محمد عبد المنعم جاب اشرف داي، علي معلول مصاب جاب يحيى عطيه الله. فهل النادي الاهلي ضاف جديد؟ لا. فده اول غلط النهارده لما تيجي تطلع تتكلم وتقول اسباب هزيمه النادي الاهلي النهارده ان الاداره ما عوضتش الفريق بالاسماء اللي هي في التشكيل، وقلتها لك قبل كده ما تطبلش لحد. وده كان اول حاجه عايز اتكلم فيها. الاداره النهارده سبب رئيسي ومهم ومحدش هيطلع يتكلم عن الموضوع ده لخروج النادي الاهلي النهارده في كاس الانتر كونتيننتال. تاني عنصر معايا النهارده في هزيمه النادي الاهلي وهو المدرب. هتقول المدرب، اقول لك ايوه المدرب. مارسيل كولر النهارده اضاع على نفسه فرصه الوصول لنهائي تاريخي للنادي الاهلي. ليه النهارده؟ بص يا سيدي، الاهلي عنده مشكله واضحه للكل ان ما عندوش بديل لوسام ابو علي، تمام؟ طب النهارده وسام ابو علي في فورمه سيئه جدا، تمام؟ وما كانش المهاجم مع اللي يرجى منه او نفس مستوى ابو علي وسام ابو علي الفتره الاخيره. طب تنزل مين؟ مين البديل اللي عندك؟ كهربا. الدنيا العالم كلها عارفه ان مستوى كهربا بقاله فتره طويله مع النادي الاهلي وحش جدا، والنهارده تغيير وسام ابو علي ونزول كهربا هي تغييره سيئه جدا، مش عايز اقول لك اسوء تغيير مارسيل كولر في تاريخه مع النادي الاهلي. وهيجي واحد النهارده بيفكر من حته ثانيه يقول لك يا عم انت زعلان على الاهلي. انا مش زعلان على الاهلي، انا بقول لك وجهه نظري، تمام؟ راجل اتفرجت على المباراه بقول لك يمكن كلامي يوصل للناس، تمام؟ دي كانت نقطه ثانيه. نقطه معايا وبدل النادي الاهلي وحش جدا جدا. الاهلي بيعاني من فتره بعيده جدا او من فتره من بدايه الموسم ان بدل النادي الاهلي وحش جدا، وده بان الفتره الاخيره، تمام؟ في بعض اللعيبه اللي ما هيش في المود النهارده اثرت في نزول مستوى الاهلي، تمام؟ زي مين؟ وسام ابو علي، تمام؟ اللي ما كانش ينفع خروجه ده بالنسبه لي لو مدرب. حتى وسام ابو علي بيجري واحده قلتها لك في اكتر من فيديو عشان ما تجيش تقول انت بتطبل دلوقتي وبتقول كلام عشان الاهلي انهزم. كهربا ضيع على نفسه فرص كتير ان يكون مهاجم جامد، والله العظيم كهربا ضيع على نفسه بسبب اللقطه والشو. وتطلع اقول لك طب هقول لك حاجه، قدرني انا اهلاوي قدام واحد اهلاوي دلوقتي بكلمه، انا راجل اهلاوي وانت اهلاوي، ايه رايك في مستوى كهربا؟ لا كهربا مستواه مش كويس خالص، لكن خلي زملكاوي واهلاوي، ايه رايك في مستوى كهربا؟ ده كهربا ده سيء، الاهلاوي سيء، ده كهروب، ده كهربا مستواه اصلا مع الاهلي من ساعه عمل موسم او اتنين وكل سنه وانت طيب. انسى ليه؟ هنا يا باشا مشغول، مش مشغول بالملعب، مشغول بالجمهور، مشغول بالترندات، مشغول باللقطه. ده امام عاشور حمل لي حاجه اقولها لشيكابالا، ده شيكابالا راجل كبير في السن، عامل زي لاعب معتزل بفتح برنامج بيتكلم على الشيكابالا عمال على بطال. والله ما حاطط الشيكابالا في النص، لكن على قد ما انا حاطط ان انا اقول لك ان في ناس لاعيبه ضيعت على نفسها حاجات كتير والنهارده بتضيع على انديه. وانا مش جاي انتقد كهربا بنسبه مليون في الميه، على قد ما انتقد الدماغ اللي وصلت كهربا ان يكون كده. وقلتها لك قبل كده احنا شعب متسرع او جمهور متسرع وبناخد بالماتش، تمام؟ لان النهارده جمهور النادي الاهلي اللي طالع يتكلم ويقول
مشي كهربا ومشي محمد الشناوي، او محمد الشناوي رد على جمهور النادي الاهلي بعد اللقاء وقال لهم مش كهربا بس اللي يمشي، انا كمان ماشي. سيبك من الكلام ده كله عشان عارفين الكلام ده كله كلام سوشيال ميديا. لكن لو بتسالني على رايي، المفروض كهربا لحد شهر يناير بالكتير خالص يكون غير موجود في النادي، مش شماتة في كهربا، لان شيكابالا عملها قبليه وانا قلتها لك، مستوى شيكابالا الفني لا يؤهله حاليا انه يكمل في نادي الزمالك، تمام؟ فكهربا هو كمان من فتره طويله زيه زي شيكابالا عندنا في الزمالك، واقولها لك زي المستوى الشبابي وزي اكتر من لاعب عندك في الاهلي وانت عارفه، غير ان هم يكملوا في النادي الاهلي او نادي الزمالك، تمام؟ فالنهارده المفروض الاثنين دول منهم كهربا، مش هقول الشناوي لان الشناوي كسر بطولات كتير، لكن كهربا بالنسبه لي ما ضافش جديد للنادي من ساعه التعاقد معاه، تمام؟ لكن النهارده عشان تحكم على الشناوي النهارده انه حارس سيء، لا مش سيء، انت بس اللي بالغت في الدعم فيه، فدي مشكلتك انت تحلها مع نفسك. لكن محمد الشناوي بالنسبه لي حارس كويس جدا ينفع جول الاهلي فتره طويله كمان مش فتره قليله، مع وجود مصطفى شوبير. لو عملت منافسه بينهم بما يرضي الله اقسم بالله تبقى راس المرمى عندك في امان لفتره طويله. لكن انا هنا عارف اللي زعل جمهور النادي الاهلي جدا، لان سيناريو المباراه كان سيناريو يحرق الدم. الاهلي في الشوط الاول مستحوذ بطريقه كويسه جدا جدا، مأثر تاثير كويس، الاهلي ماسك الكوره بشكل حلو من الاخر، تمام؟ في الشوط الثاني الاهلي مش موجود، النادي الاهلي عنده مشكله في كل حاجه في الشوط الثاني، اللعيبه نفسها المستوى بتاعها قل. عندك حسين الشحات اللي جميع النادي الاهلي بتطالب انه احسن لاعب في افريقيا النهارده بتنتقد حسين الشحات، ان انا قلت لك في ماتش بيعلي اللاعب وماتش بيوطيه. حسين الشحات اللي بقى له مده كويسه جدا، كويسه جدا دي ما تفتكرش انها بيلعب كويس، مده كويسه يعني مده طويله، بيقدم اداء خزعبلي جدا زي اللي بيقدمه احمد سيد زيزو مع الزمالك. وانا النهارده بقول لك بالمقارنات عشان ما تجيش تقول لي انت جاي على واحد قصاد واحد، لكن بعرفك ان الجمهور هو عامل مشترك في انه يطلع اي واحد السلامه واي واحد ينزله، ان احنا برضه بناخد بالماتش. لكن حسين الشحات النهارده وفهم طاهر محمد طاهر اللي جماهير النادي الاهلي كانت كل ماتش تطلع طاهر احسن من زيزو، طاهر مش عارف ايه، طاهر ايه، هذا طاهر محمد طاهر عمل ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي جديد في النادي الاهلي او بيقدمه. يعني لعب ماتشين كويسين ومش بنتقده قوي لان اللاعب ما جاتلوش الفرصه، تمام؟ لكن حسين الشحات غايب ودماغه زي زيزو مشغوله بالتجديد ومشغوله باحسن لاعب في افريقيا والافضل في افريقيا، وده اللي بان النهارده في ماتش الاهلي وباتشوك. في النهايه مباراه صعبه، لكن انا هفضل اقولها لك ان الكوره في مصر بتدار بعشوائيه. هتقول لي ليه؟ هقول لك خلصنا من الاهلي والزمالك وكاس التحدي، وان النهارده باتشوكا كسب كاس التحدي وكاس الامريكتين وبطل تلتين الكوكب، والاهلي بطل نص الكوكب، وكلام كله حق تكسب، وعايزين يجونا الحاجات تعبانه في دماغنا. لكن الحاجه اللي هتجنني تقول لي ايه؟ الاهلي النهارده انهزم من باتشوكا عادي ووارد ويكسب وينهزم ودي حاجه طبيعيه. يجي النهارده يقول لك ايه؟ اخبار مؤكده بتقول لك ان النهارده يوم اعتقد النهارده 15/12 الاهلي هيلعب تاني ماتش او بعد ماتش بعد باتشوكا مين؟ تخيل المصري البورسعيدي يوم امتى؟ يوم 26/12، يعني بعد 11 يوم من النهارده النادي الاهلي على ما يفك النكد والعكنانه اللي عنده يبدا يلعب ماتش. طب الفتره دي كلها ليه؟ وتيجي تقول ما بيريحش الاهلي وما بضيفش جديد الاهلي وما بيساعدش الاهلي، والنهارده 11 يوم عشان تلعب الاهلي المصري البورسعيدي والله حاجه صباح الفل جدا. وهنا انا خلصت من اخبار الاهلي، والله العظيم الخبر الاخير بتاع تاجيل ماتش الاهلي ده هيجنني، او مش تاجيل بقى، ان الاهلي يخليه 11 يوم اجازه عشان هزم من باتشوكا. والله العظيم حاجه تحرق الدم. هتقول لي كان متوقع يكسب ويقابل ريال مدريد، طب ما خسر، حطوا ماتش بقى في النص بعد 5 ايام مريح و5 ايام يلعب ماتش و5 ايام يلعب ماتش. لا تروح تقول لمين يا عم؟ ده احنا في عالم والله العظيم رياضه عايزه الدفن والله العظيم 3. لكن سيبنا من كل ده نرجع لموضوعنا واساس البرنامج، نادي الزمالك العريق. هقول لك على حاجه يا سيدي، السيفيهات اللي كانت محطوطه على مجلس حسين لبيب او مكتب حسين لبيب النهارده اتصغرت، كانت كده امبارح 1 2 3 4 10 20 30 40، النهارده بقوا 2. الزمالك بيكثف المفاوضات مع مدربين، وقلتهم لك الحلقه اللي فاتت كريستيان جوس، وهقول لك على حاجه يمكن اكون صح فيها ويمكن ما طلتش مع اخوك ويبقى كويس، تمام؟ هتقول لي ايه؟ اقول لك اي مدرب بيرجع لنادي الزمالك بيقدم ماتشات كويسه وبيحصل على بطولات، تمام؟ زي مين؟ زي كارتيرون. فاتمنى وانا خايف في الحته دي قوي احط تحت خط عوده كريستيان جوس لتدريب نادي الزمالك. ان بالي ياما ما اتفرجتش عليه او ما سمعتش عنه اخبار، لكن في قلبي ليه حب كبير. الراجل اللي كسبنا الكونفدراليه وعمل فريق حديد جه من تحت الارض. وفي مدرب الماني اسمه زنباور، لكن هنشوف، لان انا مش عايز اتوقع حاجه، لان مجلس الاداره ده عقيم السنين، فمش عايز اتوقع حاجه. هنسيبوها للايام
ولما تظهر حاجه جديده هنطلع اقول لك الزمالك قريب بنسبه 99% من ده. لكن لحد الان الاقرب من زيمباو ولا جوس ولا جوس. مجلس الاداره مايل شويه للجوس، واتمنى ده يحصل. فان شاء الله يكون دي بدايه جديده لنادي الزمالك. لكن مش هننسى الاداره، خلي بالك، لان الاداره عندنا مشكله كبيره بعد كده في الصفقات، هنتكلم. بس خلص بس المدير الفني اللي احنا كل يوم بنام اصحى مدير فني جديد، تمام، تصحى مشاكل، اكن الزمالك محلول للمشاكل. لكن هنشوف الفتره الجايه ايه الجديد. وانا هنا وصلت ملخص اخبار حلقتنا. لو عجبتك الحلقه واول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما عجبتكش رد عليا في الكومنتات، وان شاء الله يبقى في كلام كتير الفتره الجايه. سلام.